السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. النهارده بقى هنعمل اكلة شعبية تحفة جدا هتعجبكم ان شاء الله وتنور ضوء. بصوا حبايب قلبي، انا هنا جبت العدس ومسكته غسلته نقعته شويه، وبعد كده قعدت اغسل تحت الحنفيه، اغسل 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 لحد لما نزلت كل الماده اللي هي عامله زي البودر البيضه دي، ولحد لما الميه بتاعته بقت صافيه وبقت منوره زي ما انتم ما شايفين كده. العدس او اي نوع بقوليات لازم تنقعيها قبلها وتغسليها كويس جدا عشان اي شوائب او اي حاجات اللي هي بتعمل الغازات دي او اي بودره فيها او اي حاجه تنزل. تمام. وكمان نزلت عليها هنا هوت بجزرتين متقطعين وبصلايه وكمان طماطمايه. عايزه اقول لكم الحاجات دي لما بتحط على العدس بتخلي طعمه جميل جدا وبتزود القيمه الغذائيه بتاعته، وكلنا عارفين طبعا فوائد كل الخضروات اللي احنا حطيناها. العدس بقى انا سبته لما غلى خالص زي ما انتم ما شايفين كده، وفي المرحله دي اول ما بدأ يتشرب بقى بالشكل ده ههدي عليه النار وهسيبه لما يتهري خالص ويستوي خالص. باخده بقى معايا في الخلاط وبقوم هرساه كويس جدا، او لو انت عندك هاند بلندر يبقى تمام. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى بصلايه حلوه صغيره كده هقطعها رفيع بالشكل ده، هحط لها معلقه سمنه وشويه زيت، وهنزل عليهم بنص كوبايه شعريه بالشكل ده كده، وهبدأ اشوح البصلايه مع الشعريه لحد لما تحمر وتديني اللون الذهبي الجولد الحلو الجميل الفاتح ده. اوعي تحرقيها او تحمريها زياده عن اللزوم، هتغمق العدس وهتمرره. لا، خليكي كده ماشيه مظبوط. هدي النار وحمري الشعريه بتاعتك مع الرز كويس جدا لحد لما تديني اللون الجميل ده. شايفين؟ هو ده اللون. هاخد بقى كده العدس بتاعي وهنزل بيه على الشعريه والبصل بالشكل ده كده. تمام. لحد هنا مفيش اي مشاكل، مفيش اسهل من كده. انا طبعا بصور بايد وبعمل بايد، فعلشان كده هتلاقوني التصوير بتاعي بطيء شويه. فانا دلوقتي صورت لكم الحته دي، وبعد كده هقفل الكاميرا وهنزل بالحله على طول وهدلق اللي فيها او هنزل باللي فيها على الحله على طول. تمام. هنا كنت قلبت بقى العدس خلاص والشعريه خلاص نزل طشيت عليها العدس. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وشطة وكمون وبابريكا، بس مفيش اكتر من كده. هقلبها كويس جدا لحد ما التوابل ما تدوب، وبكده خلاص ههدي على النار وهنقله على العين اللي جوه. تعالوا مع بعض بقى هنعمل حاجة حلوة قوي هتخلي الأكلة بتاعتنا مميزة، وهتخلي ولادك لو مش بيحبوا العدس هيحبوا العدس. كلنا عارفين ان ولادنا بيحبوا التوست لما يكون متحمر جنب الكشري او جنب اي أكلة. انا طبعا علشان اخلي ولادي يحبوا الاكل النهارده ويرحبوا بيه، فجبت لهم العيش الشامي ده. انا دايما جايباه عندي وحاطاه في الفريزر لسندوتشات لاي ظرف كان. جبته بقى كده وقصقصته بالشكل ده بالمقص، قصقصيه باي شكل انت بتحبيه واي حجم انت بتفضليه. بصوا هبقى بالشكل ده كده، وهبدأ بقى اقص كل كمية العيش الشامي اللي معايا. ولو في العيش الشامي الكبير مفيش مشاكل، لكن دوت اللي كان متوفر عندي. هنقطعه بقى كله، كل كمية العيش بالشكل ده، وهناخده معانا على البوتاجاز وعلى الزيت وهنقليه. ممكن على فكرة تقلبيه بمعلقتين سمنة وتدخليه في صينية في الفرن، بس الصراحة الجو حر وانا مرضتش اولع الفرن بما اني كده كده واقفة على البوتاجاز، فقلت هقليه في الزيت. وعايزة اقول لكم كان طعمه جميل جدا وخفيف وطعمه تحفة في منتهى الجمال. تعالوا مع بعض كده. بصوا بقى انا هنا سخنت الزيت، وهبدأ انزل بقى هنا بكمية العدس اللي معايا، بكمية العيش اللي معايا، وهقلب كده العيش كويس لحد ما يديني اللون ده. بس كده بطلعه في طبق وبرش عليه شوية ملح. وعايزة اقول لكم طعمه كان في منتهى الجمال، طعمه تحفة ورائع في منتهى الجمال. جربوه كده وقولوا لي رأيكم. طبعا دي اول طاسة وانا عملت طاسة تاني بس ما صورتها لكوش، قلت عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. وهنا حبايب قلب خلاص غرفنا العدس بتاعنا وكمان العيش والبتنجان اللي احنا كنا مخلينه مع بعض وحاطينه في التلاجة. قطعت عليه طماطمية وقلبتها كده بشوية تتبيلة من اللي في البتنجان، والاكل الحمد لله كان خلص وتحفة. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم. تعالوا مع بعض كده ندوق العدس بتاعنا ونشوف طعمه ايه واخباره ايه. طعمه في منتهى الجمال، جميل جدا. بصوا بقى هنجرب كده بالعيش، انا جربت بالمعلقة واجرب كده بالعيش، تحفة. يستحق منكم احلى لايك. يلا حبايب قلبي
قومي على طول اعملي اكله حلوه زي دي، غدوه بسيطه جدا ما كلفتش حاجه، ما خدتش في ايدينا وقت كتير، عملناها وحيينا الاكله بشويه عيش مقرمش كده طعمه جميل علشان اطفالنا وولادنا يحبوه وياكلوا معانا من العدس بتاعنا. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم ويومنا يكون سهل وخفيف وبسيط على قلبكم. استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.